متواجدة في مطبخ الشيف تيسير. شكرا شكرا. يعني أنا في بداية الحلقة أخذت الوصفة من عند الشيف الليبية حول المبكبكة. أنا فكرت أنك بتبدأ بالمبكبكة مش بالطبق المغربي يعني. لا أصلا ما مش فسرك. قل الطبق المغربي أنا عامله على الأقل 200 مرة في حياتي. أوكي متمكن منه نعرفه. قلت نبدا به هو، بعدين نركز. خذيت الوصفه من عند شيف قرقوري ومن بعد نعمل مبكبكه. اول حاجه بديت بالطاجين المغربي. الطاجين المغربي حاجه سهله ياسر. نحطوا زيت زيتون وسمنه. اوكي بصل، كثير بصل مقطع هكا يلزم هكا هلبة برشا بصل. اوكي هو محبذ البصل الابيض او الاحمر اللي موجود في السوق. انا ننصح باقي الناس يتفرجوا فينا خذ الخضار والغلال الموسمية. أكيد. الطماطم في الصيف ما يجيش طماطم في فصل الشتاء معناها. والبصل خذيت البصل اللي هو موجود هون. عملنا شوية ثوم. أوكي بعد خذينا أفخاذ الدجاج وفوحناهم تبلناهم بالزنجبيل زعفران وكركم. أوكي حطيتهم يطبخوا مع بعض. في الآخر باش نزيد الليمون المخلل. اوكي بس خذ بير بالك. خذيت كانش القشره فقط لانه لما تعمل الليمون مخلل اللب هو اللي يمتص الاملاح الكل، يكون كتير مالح. والقشره هي ألذ. في وصفتنا هذه ناخذوا بس القشره. اوكي جميل جدا. نزيدوا القشره. يعني أنا مش قادرة أوصف لكم الرائحة ما شاء الله. يعني الرائحة بجد طيبة جدا. وبعدين في آخر وقت بعد ربع ساعة من الآن نضيفوا له الزيتون وشوية كزبرة طازجة خضراء وبس. والريسيب انتهت. وقتها نجم نمشي للمبكبكة. جميل أوكي. جدا. يعني تقريبا وصفة طاجين الدجاج المغربية جاهزة. بالكثير 30 دقيقة تكون جاهزة. يعني حلو انه يكون في وصفات سريعة جدا حتى ما تاخذ كثير وقت للمرأة. اللي تشتغل والمرأة اللي تدرس اوكي. يعني هو اصلا المرأة انا ما لازم تطبخ. ما لازم تطبخ وما لازم تدخل المطبخ. تعمل المرأة تهتم بنفسها. تهتم بنفسها، تهتم بأطفالها وتهتم بزوجها. والمرأة معناتها مجعولة مش للطبخ ولا شغلات، مجعولة باش تتفرج فيها هكا يعشقها يتأملها يعشقها. يعني لو كان الرجال العالم كل مثلك يا تيسير احنا نطبخ. شو نعمل يعني؟ احنا نطبخ وانتم تجملوا. جنتل تيسير جنتل.